نفسك ابنك يطلع ناجح وواثق ونور للعالم؟ صدقني ده مش بيجي بالحظ ولا بالشهادات، ده بيتزرع فيه من أول يوم. الأولاد اللي بيكبروا بإرادة قوية وضمير حي ورسالة واضحة هم اللي بيصنعوا فرق حقيقي في الدنيا. السؤال: إزاي نربي ولادنا بالشكل ده وهم صغيرين؟ تعالوا ناخد خطوات عملية تخلي أولادنا يعرفوا قيمتهم الحقيقية ويعيشوا التربية اللي ربنا حطه فيهم. كلمتين وبس. نعلم أطفالنا إرادة قوية في حياة مليانة هدف. الطفل اللي عنده إرادة قوية يعرف يختار صح، يتصرف بحكمة، وما يخليش حد يسيطر عليه أو يضغطه في اتجاه غلط. الإرادة هي المايسترو اللي بينسق بين كل عناصر شخصيته ويخليها شخصية هادفة ليها رسالة في الحياة. كل شخص عنده هدف في الحياة هتلاقي شخصيته واضحة، وكل شخص عنده رسالة بيعيش علشانها هتلاقيه مؤثر في اللي حواليه. لكن الأعظم من ده كله إن هدف الإنسان يكون المسيح نفسه. ساعتها شخصيته هتبقى كاملة، مليانة نور وحكمة وسلام. كمان نعلم أطفالنا ضمير حساس هو ميزان الحياة. لو الإرادة هي المايسترو فالضمير هو الميزان، هو اللي بيخلي الطفل يحكم على الأمور، يفرق بين الصح والغلط، وما يكونش متذبذب في قرارات. محتاجين نربي ولادنا على إنهم يبقوا واضحين في مبادئهم، سهلين في تعاملهم، ويحظوا باحترام كل اللي حواليهم. لأن الطفل اللي عنده ضمير حي هيبقى من جوه متصالح مع نفسه، وده هيظهر في كل تصرفاته. نعلم أطفالنا النضج الشخصي والروح ويكونوا نور للعالم. مش كل الناس بتوصل لتحقيق ذاتها، لكن اللي بيوصلوا هم اللي بيجاهدوا وبيتعبوا وبيطوروا نفسهم، مش مجرد ناس عايشين وخلاص. لأن دول ناس مميزين ليهم تأثير شخصي على الناس، بيتركوا بصمة في الحياة وبيصنعوا فرق حقيقي. لكن السؤال المهم: إزاي نوصل بولادنا للمرحلة دي؟ محتاجين نعلمهم إن هم محبوبين زي ما هم، مش علشان أدائهم أو نجاح. محتاجين نساعدهم يبنوا إرادتهم من الصغر، ونسيبهم يختاروا ويتحملوا نتيجة اختياراتهم. نغرس جواهم قيم واضحة علشان يكون عندهم ضمير حي يوجههم. نشجعهم يكتشفوا موهبتهم ويعرفوا رسالتهم في الحياة. كمان نكون قدوة حقيقية قدامهم، لأن الأطفال بيقلدوا اللي بيشوفوه مش اللي بيسمعوه. في النهاية لما نربي أولادنا بالشكل ده هنشوف فيهم النور الحقيقي، ونشوفهم فعلا نور للعالم وملح للأرض، ناس عايشة برسالة ليها تأثير وبتحقق قصد الله في حياتهم.